مرحبًا يا حلوين، عاملين إيه النهارده؟ إن شاء الله النهارده أقدّم لكم تلخيص الباب التامن لسنة تانية تمريض، اللي هو أمراض العيون الجراحية، اللي هو بيتكلم عن أمراض العيون الجراحية، وبيتكلم عن العين. العين دي عبارة عن كرة قطرها 24 مليمتر، واللي هو برضك يتكون جدار العين من 3 طبقات، طبقة خارجية، طبقة وسطى، الطبقة الداخلية. وبيكلم لنا برضك عن اللي هُم الخزانة الأمامية والخلفية، واللي هو الجسم برضك ده جواف الجسم الزجاجي، وده بينقسم تجويف العين. وبيكلمني عن أجهزة مساعدة للعين اللي هو الجفون والملتحمة والجهاز الدمعي وعضلات العين، وبيقول لنا إيه وظيفة العين، وبيكلم لنا برضك عن أمراض الجفون الشائعة، أمراض القرنية الشائعة، أمراض الملتحمة الشائعة، ودول أهم حاجة في الباب. وبيكلمنا برضك عن اللي هو قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم، ودول كانوا عيوب الانكسار. ممكن يقول لِك ينقسم عيوب الانكسار لنقط ونقط ونقط. وأخيرًا يا جماعة يتكلم لنا عن الانفصال الشبكية، اللي هو انفصال شبكية العين عن المشيمة الذي تغذي الشبكية، وبيقول لِك إن هو لازمًا يُعالج بالتدخل الجراحي السريع، واللي هو بيشكو المريض من تدهور شديد بالإبصار. وعاملة لكم يا جماعة أسئلة برضك، اللي هو بعد ما تحفظي الباب تبدأي تحلي الأسئلة دي، عشان ما فيش أسئلة على الباب ده أهو. دي أسئلة عبارة عن سؤال، أول حاجة سؤال أكمل، 2 سؤال صح وغلط، و3 اسكوري. بعد ما تحفظي التلخيص كويس جدًا تبدأي تحليهم. كانت معاكم شروق عمرو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصل لكم أي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.